زندور رجع لنا بتصميم جديد هايبرد، وده الحل النهائي لزحمة الشواحن. وهنا زندور جمعت بين الهوية والتصميم القديم، وهو تصميم التعريجات اللي بيحمي من الصدمات مع التقنيات الجديدة. النهارده هنكلمكم وهحكي لكم عن تجربتي للمنتجات والاصدارات الخاصة من براند زندور سوبر ميني هايبرد. فيها حاجات جامدة جدا، وهنبدأ بأول منتج معانا اللي هو سوبر هايبرد 2 in 1. ده عبارة عن شاحن جداري وبطارية باور بانك في نفس الوقت بقوة 45 واط. لو جينا بصينا على المنتج نفسه، هنا هيظهر معنا تعريجات التصميم القديم اللي بيحمي من صدمات مع التقنيات الجامدة اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. اول حاجة هيظهر معنا هنا شاشة بتبين لنا مستوى البطارية، 3 منافذ شحن، 2 يو اس بي سي و1 يو اس بي اي. اهم ميزة عندنا طبعا وهنا هو الشاحن الجداري، تقدر تشيله كده. طبعا بيجي بفيشة ثلاثية وفيشة هنا ثنائية حسب الاستخدام بتاعك، تقدر تركبها كده وتغيرها بسهولة. وبكده انت معاك شاحن جداري وباور بانك في نفس الوقت بسرعة شحن 45 واط، والتقنيات اللي فيها ممتازة جدا. فيها باور ديليفري والكويك تشارج، ده بيفيد ان انت تقدر تشحن كل موبايلات الايفون وموبايلات الاندرويد وكمان التابلت وبعض اجهزة اللابتوب، تقدر تشحنها من خلال الباور بانك الصغير ده او الشحن الجداري. حجمه صغير جدا وتقدر تستخدمه معاك في البيت او في العمل او في السفر. هيغنيك ان انت تشيل شاحن جداري لوحده وفي نفس الوقت هيكون مدمج فيه باور بانك، حاجة ممتازة جدا. والماتيريال والشاشة هنا تبين لك مستوى البطارية بتاعت الباور بانك ده. هنروح لتاني منتج معانا وهو سوبر ميني هايبرد 20. ده باور بانك حاجة ممتازة جدا، والباور بانك ده برضو متوفر منه بحجم 10000 ملي امبير، يعني متوفر 20000 ملي امبير وال 10000 ملي امبير. برضو تقدر تختار الوزن المناسب ليك. ونفس التصميم هنا هيظهر معانا تعريجات شاشة بين لنا مستوى البطارية، ومن الجنب هنا ده زرار الباور. مش بس كده، عندنا ميزة حلوة جدا في الباور بانك ده هو موضوع الكابل المدمج ده. في البداية كده عايز اقول لكم ان الكابل المدمج ده خامته والماتيريال بتاعته جامدة جدا. بيقولوا ان هو عملوا له فحوصات ويعني تجربة ان هو يقدر يستحمل اكتر من 50,000 انحناء، يعني التانية كده يقدر يستحمل اكتر من 50,000. شايفين الخامات الممتازة جدا. بخصوص كابل التايب سي ده، فهو تقدر تشحن بيه ان واوت، يعني تقدر تشحن بيه الجهاز بتاعك وفي نفس الوقت تقدر تشحن بيه الباور بانك نفسه. هنا الان او الادخال بتاعه 30 واط، ويقدر يشحن بيه برضو اوت الاجهزه التانية 45 واط، وبكده تقدر تشحن بيه كل الاجهزه اللي معاك. مش بس كده، هيظهر معانا منفذ شحن هنا التايب سي ان واوت برضو، عشان تقدر تشحن بيه الباور بانك بسرعه 30 واط، وتقدر تشحن بيه الاجهزه التانية لحد 45 واط. وخاصيه باور ديليفري اللي هو بيسمح لك ان تشحن الاجهزه 50% خلال اقل من 30 دقيقه. فيها المنافذ ديت، وتقدر تشيل الباور بانك من خلال الكابل المدمج ده. البطاريات الموجودة فيه هي من الليثيوم بوليمير، ده بيدي لك استقرار وأمان أكتر. التصميم والماتيريال ووزنه الخفيف يسمح لك أنت تقدر تستخدمه عندك في البيت أو في العمل أو في السفر أو في أي مكان، لأن الماتيريال والوزنه الخفيف وانت مش هتحتاج توصله بكابلات خارجية، تقدر تشحن على طول من خلال الكابل المدمج ده. وبخصوص المنتج الثالث هنا سوبر ميني هايبرد كيو اي، باور بانك جامد جدا يا جماعه، وبالتصميم الشيك جدا ده. زي ما شايفين هنا زندور، وفي نفس الوقت هيظهر معانا هنا شاشه تبين لنا مستوى البطاريه. بطاريه بحجم 10000 ملي امبير، بيدعم الشحن السريع لحد 20 واط. مش بس كده، في هنا ماك سيف، يعني تقدر تشحن بيه اي موبايلات، بتشحن وايرلس بجانب الايفون اللي هو الماك سيف لحد 15 واط. سرعات شحن حلوه جدا، وفي نفس الوقت برضو تقدر تستخدمها ان تشحن بيها الموبايل، تشحن بيها السماعات، اي اجهزه عندك تقدر تشحنها من خلال الوايرلس. هنا في ميزه حلوه جدا برضو زي ما اتكلمنا على الاصدارات اللي قبل كده، موضوع الكابل المدمج ده. كابل من الخامات الممتازه جدا، وهو بيسمح لك ان انت الكابل ده يتني اكتر من 50,000 مرة انحناء كده بدون اي مشاكل، لان الماتيريال بتاعته جامدة جدا. لو جينا اتكلمنا على باقي المواصفات، فالكابل الشحن ده بيستخدم ان واوت، يعني تقدر تستخدم ادخال لشحن الباور بانك وفي نفس الوقت برضو تقدر تستخدمه في شحن الاجهزة بتاعتك. الان هنا 18 واط والاوت 20 واط. هنا بيظهر معانا برضو منفذ شحن التايب سي ان واوت، تقدر تستخدمه في شحن برضو الباور بانك نفسه او الاجهزه التانية، لان هنا ده ادخال ومخرج برضو في نفس الوقت. الان 18 واط
والاوت بتاعه 20 واط او الاخراج بتاعه. الشاحن اللاسلكي مع الكابل الشحن تايب سي ان واوت ومنفذ شحن هنا تايب سي ان واوت، وده يغنيك عن ان انت تشيل اكتر من باور بانك او اكتر من جهاز عشان تقدر تشحن بيه الاجهزه اللي موجوده معاك. وبكده من خلال الباور بانك ده تقدر تشحن 3 اجهزه في نفس الوقت من خلال كابل الشحن المدمج التايب سي ومنفذ الشحن هنا التايب سي، وهنا الشحن وايرلس الماج سيف. حجم ممتاز جدا ومناسب جدا للسفر، تشيله معاك في جيبك. وبخصوص المنتج الرابع هو الشاحن الجداري البسيط ده، لكن بيجي بسرعة 35 واط بموديل سوبر ميني هايبريد 35 واط من براند زندر. خامات ممتازة جدا وفي تقنيات الباور ديليفري، بيشحن 35 واط. هنا في منفذ شحن يو اس بي اي والتايب سي. حجمه صغير تقدر تشيله معاك في اي مكان وفي جيبك، ينفع في السفر. وطبعا كل الباور بانك اللي معانا دول بيشحنوا بسرعات عالية، فانت محتاج شاحن يقدر تستخدمه معاهم، بيستحمل درجات حرارة عالية وهو آمن بشكل كبير جدا.